ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون. اختبارات التمييز السمعي للمقامات المستوى الأول. لازلنا في المستوى الأول ومع السؤال الأخير، السؤال العاشر الأخير. طبعا إجاباتك كده شوف كام واحدة صح وكام واحدة غلط، تقدر بيها تقيم نفسك. الإجابة السابقة كانت مقام الحجاز، يعني الفيديو اللي فات كان الترتيل على مقام الحجاز. اسمع بقى الترتيل الحالي وهنقول لك الإجابة بتاعته في الفيديو ده بقى المرة دي، مش في الفيديو التالي. اسمع كده: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المقام ايه؟ طيب هديك اختيارات، هل هو عجم ام نهاوند ام كرد؟ ركز، هو صح مقام الكرد. كده احنا انتهينا من المستوى الاول اللي هو كان السؤال فيه ما اسم المقام. هنبدأ سلسلة جديدة ان شاء الله تابعنا فيها، وهي ما اسم المقامين. المستوى الثاني اللي جاي برضو 10 فيديوهات، بس في القراءة الواحدة هنقرأ بمقامين، ولذلك بفضل انك انت يكون معاك ورقه وقلم، بحيث انك انت اول ما تلحظ المقام الاول تيجي كاتبه، وبعدين تحس بالتغير في المقام الثاني تيجي ايه كاتب، وتعرف بعد كده ايه الاجابه الصحيحه. اتمنى ان السلسله دي تكونوا استفدتوا منها، وهي تقدر تقول كده نوع من انواع تنشيط الذهن وتنشيط ايضا الاذن في تمييزها للمقامات. اشكركم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.